السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البرزنتيشن بتاع ازاي احل الريبورت ماتيريال فروم زيرو تو هيرو. مبدئيا كده المعلومات اللي في البرزنتيشن دي هي من المحاضرة وفي السكشن، مش هزود عليها كلمة، مش هحل الريبورت، انا بس هعرفك ايه خطوات حل الريبورت خطوة خطوة وايه المطلوب بالظبط. نبتدي. أول حاجة هقرا نص المسألة اللي هو مسألة رقم 2 في شيت رقم 2 من شيتات الماتيريال، بيقول لك with the help of equations 1 6 و1 8 و2 4 اللي أنا جبتهم لك تحت أهو. 1 6 اللي هي المعادلة التقريبية، 1 8 اللي هي المعادلة الإكزاكت، و2 4 اللي هي علاقة الألفا بالتردد، ألفا كدالة في الأوميجا. المعادلات دي ممكن تلاقيها في الكتاب مع أي حد من المعيدين. المهم نكمل بقى المسألة. بيقول لك derive equations to describe the variation of the dielectric constant with frequency. يعني بيقول لك استنتج، يعني أنا المطلوب مني في الريبورت إن أنا أستنتج المعادلات عشان أقدر أوصف علاقة الدايلكتريك كونستانت اللي هو الإبسلون آر مع التردد، وبيديك معطيات الألفا نون والآلي. وبعد كده بنطلب منك ترسم plot this variation when the frequency varies in the range from 1 من 1000 على التاو لحد 1000 على التاو. وهنا هنتكلم ان احنا عشان نيجي نمثلها هنحتاج تمثيل على رسم بياني لوغاريتمي عشان اقدر اجيب السكيل ده كله. فممكن احدد كل المعلومه اللي عندي او الحاجات المعطيات اللي عندي في 4 معلومات ولا 5. المعلومة الأولى اللي هي المعادلة التقريبية إبسلون آر بيساوي 1 زائد إن ألفا على إبسلون مين، دي اللي إحنا عارفينها. المعادلة الإكزاكت إبسلون آر ناقص 1 على إبسلون آر زائد 2 يساوي إن ألفا على 3 إبسلون مين. وبعد كده بيديني علاقة الألفا بالفريكونسي. طب اصلا انا المطلوب مني ان انا استنتج علاقه الابسلون ار داش ودبل داش بالنسبه للفريكونسي. طب اقرب خطوه ان انا اجيب الابسلون ار في علاقه في الفريكونسي. ازاي اجيبها وانا عندي الالفا بس اللي في الفريكونسي؟ ببساطه هعوض مكان الالفا دي والالفا دي بجمله الالفا دي، يبقى عندي ابسلون ار كداله في الفريكونسي. كده محتاج كمان معادله، انا هديك المعادله دي كهديه مع انها مش موجوده في المساله بس اخدناها في اخر المحاضره. إبسلون آر كدالة في الفريكونسي يساوي إبسلون آر داش ناقص جي في إبسلون آر دبل داش. ده جزء تخيلي وده جزء حقيقي، يبقى أنا هساوي كل الأجزاء الحقيقية بالإبسلون آر داش وكل الأجزاء التخيلية بالإبسلون آر دبل داش. ومديني كمان معطيين اللي هم الإن والألفا، ديت المعطيات اللي عندي. طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب ان انا اوجد العلاقه بين الابسلون ار والابسلون ار دبل داش في الفريكونسي عن طريق مره بالمعادله التقريبيه ومره بالمعادله الاكزاكت، وبعد كده هرسم الرسمه الابسلون ار داش مره بالتقريبيه ومره بالاكزاكت، وهرسم الابسلون ار دبل داش مره بالتقريبيه ومره بالاكزاكت. الابسلون ار داش لوحدها في رسمه والابسلون ار دبل داش لوحدها في رسمه، تترسم على ورق سيمي لون اللي هو مخصص لرسم الابعاد او السكيلز الكبيره، لان ديت زي ما انت شايف من 1 على 1000 لحد 1000، فديت سكيل ضخمه ما يقدرش يعملها الا انك ترسمها على كمبيوتر او بترسمها على ورق سيمي. طب نبتدي بقى في الشغل بتاعنا ايجاد العلاقات والجدول بالطريقه التقريبيه. اول حاجه بالطريقه التقريبيه يبقى بالعلاقه التقريبيه ابسلون ار بتساوي 1 زائد ان الفا على ابسلون نون. هشيل الالفا دي واعوض مكانها بالجزء ده اللي هو الازرق ده، هشيله واحط مكانه الجزء ده. هتبقى الابسلون ار بتساوي 1 زائد ان الفا نون على ابسلون نون زائد في 1 زائد جي اوميجا في التاو زي ما انت شايف. يبقى دوبك عوضت بس قانون مباشر. بعد كده لقيت ان الجزء التخيلي مش منفصل عن الجزء الحقيقي. طب عشان افصله هعمل حاجه بسيطه رياضيه، هضرب في المرافق بسطا ومقاما. هضرب في المرافق بسطا ومقاما. انت بقى تقعد تعمل الخطوات ديت هتوصل في الاخر ان ابسلون ار بتساوي الجزء الحقيقي الاصفر ده ناقص جي الجزء التخيلي اللي هو بالاخضر الفاتح ده.
اسويها بالمعادله الجديده اللي انا اديتها لك، ابسلون ار تداله في الاوميجا، ابسلون اهو الجزء الحقيقي مساوي للجزء الحقيقي، والجزء التخيلي تساوي للجزء التخيلي. يطلع عندي معادلتين، ابسلون ار اهي تساوي 1 زائد ان الفا نون على ابسلون نون في 1 زائد اوميجا سكوير في تاو سكوير. دي معادله واحده اهي هتنفعني في الرسمه الاولانيه، ودي معادله 2 هتنفعني في الرسمه الثانيه. عندي الان والالفا، عندي الان والالفا، وعندي الفريكونسي هيديها لي بدلاله التاو، فالتاو هتروح مع التاو، وعندي الفريكونسي. يبقى انا عندي كده كل المعطيات اللي اقدر اعوض بيها هنا والمعطيات اللي اعوض بيها هنا. يعني عندي الفريكونسي بتتغير من 1 على 1000 لحد 1000. ترسم جدولك تعوض في المعادلات ديت بالقيم الان والالفا اللي في اول المساله، وتعوض بالترددات المختلفه وتعدي الجدول. طبعا مش هعديهولك، انت اللي تعديه. تاني حاجه ايجاد العلاقات والجدول بالطريقه الاكزاكت. الطريقه الاكزاكت اللي هي العلاقه الاكزاكت اهي، ابسلون ار مقسمها على ابسلون ار زائد 2 بتساوي ان الفا على 3 ابسلون نون. هقوم ضارب طرفين في وسطين وبسط من الاخر هتوصل للشكل ده، ابسلون ار بيساوي 3 ابسلون نون زائد 2 ان الفا على 3 ابسلون نون ناقص ان الفا. هعمل زي ما عملت في المساله اللي قبل كده او في الطريقه التقريبيه، هعوض مكان الالفا بالقيمه ديت، هتطلع معادله نقله اللي انت شايفها دي. ده طبعا مش هتطلع مره واحده، في خطوات كتير انت ملزم انك تكتبها كلها، انا مش هكتبها لك طبعا، انا بس بوضح لك الصوره العامه. المهم انك بعد ما تعوض بالالفا هنا هتفضل وهيطلع لك كمان جزء تخيلي داخل في جزء حقيقي، وهتضرب بسطا ومقاوما في المرافق عشان تتخلص منه، وخطوات تيجي 3-4 خطوات طويله كده لحد ما توصل للشكل النهائي ده اللي بيفصل الجزء الحقيقي عن الجزء التخيلي، وانت تساويه هنا الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، سويت ده بده وده بده، وانت عملت زي ما عملت في المساله اللي فاتت، ابسلون ار داش بتساوي 1 زائد الكميه دي كلها، والابسلون ار داش بتساوي الكميه دي كلها، واقوم اعوض بالفريكونسي بالقيم اللي هو مديها لي، وراسم الجدول. عندي كل المعطيات طبعا، الان والالفا والتاء، مفيش حاجه ثانيه غير الابسلون نود ده معروف، احنا طبعا عارفين الابسلون نود لان فيزياء الفراغ ثابت معروف. انا مش فاكر دلوقتي بس ممكن تلاقيه في الكتاب ولا في اي حته، وتعوض بقى بالفريكونسي بالعلاقات دي كلها، هتلاقي التاو واحد مع التاو، ويطلع لك دي كلها ارقام تقوم راسم سواء في الورق السيميلو او في الملف الاكسل زي ما هنشرح في الفيديو اللي موجود في الديسكربشن. هتطلع لك الرسمه في الاخر بالشكل ده. ديت القيمه الاكزاكت وديت القيمه التقريبيه. ده بالنسبه للابسلون ار داش، هترسمها لوحدها في رسمه زي ما انت شايف. التدريج لوغاريتمي بيجيب في هنا وواسع في الاول وبيجيب في الاخر. هنيجي في الابسلون ار دبل داش، دي دبل داش، هتلاقي ان دوت اهو ابروكسيميت ده التقريبي وده الاكزاكت، وترسمها الاثنين في نفس الرسمه. زي ما قلت هتلاقي الفيديو اللي بيشرح لك ازاي ترسم الكلام ده على الاسم موجود في الديسكربشن. شكرا على المشاهدة، مع السلامه.